وخيال أبيه في الأحلام. أنا السؤال ده دايما بيجي في بالي، ليه خيال أبوه في الأحلام؟ قول يا ستموني قول. وليه بيدور على أبوه؟ وأمه إيه؟ طب ومين أمه؟ ومين توجاشي اللي مش راضي يكمل المنهج؟ وإيه المرض اللي بيجيله لما بيجي يكتب هنتر إكس هنتر؟ تعبان يا كابتن. لا والله تعبان ده والله تعبان يا جماعة القناص، الأنمي المكتمل الغير مكتمل عشان الكاتب عنده فيتامين عين عالي قوي. باذن الله خير. أنا فاكر إن أنا كنت صغير ومتعلق بجون جدا، صوت رشا رزق في الشارة بتاعت الأنمي كانت لغاية دلوقتي تعتبر أغنيتي المفضلة. يا سلام كلامك كله حكم يا حاج. الفكرة إن هنتر أو القناص كان بداية حقيقية لجيل في عالم الأنمي، وأنت خلي بقى بدايتك من الفيديو ده واعمل اشتراك بقى في القناة، يعني ابدأ معانا كده. قناة سبيس تون لما قررت تعرض القناص عملت زي توغاشي بالظبط، بدأت بأول 3 أرقات. ها انبسطتوا؟ عجبكم الأنمي؟ خلاص شكرا بقى، احنا عندنا فيتامين عين نقح علينا مش هنقدر نكمل. انا ما كنتش قصدي، سوري كان غصب عني، سوري معلش اعذرني، سوري لا مؤاخذة يا حب انا ما اقصدش. والله هما 3 أرقات، احنا هنبدأ معاك بالاختبارات، بعد كده البرج، بعد كده بقى هنروح معاك بأرك مدينة يورك، وحلوة أوي كده. بص ايدك وش وضهر، الموضوع انتهى. ايه انت بتتكلم في ايه؟ بوس ايدك وش وظهر. انا عايز اقولك، انا لغاية دلوقتي متعلق بجون كورابيكا كيلوا يوريو وهيسوكا اللي الناس كلها قاعدة تقولك ده ام جون، وقعدت بقى انا اتسحلت سنين من حياتي في النظريات بتاعت ام جون دي. حبيبي ساذج طول عمرك. بس اعتقد ان افضل فترات حياتنا كانت بتبدأ لما رشا ريد زي تقول كده قد لمعت عيناه، لان انا فاكر ان انا كنت بتفرج عليه في الاعاده الصبح قبل المدرسه، يعني كنت بصحى له بدري مخصوص زي ما ناس كتير كانت بتصحى لماتشات الاهلي في اليابان، انا كنت بصحى مخصوص للقناه، عايز اعرف كده ايه اللي بيحصل لابطالنا في اختبارات الصيادين. ولغايه دلوقتي يعني بتلمع كل ما بينزل فصل جديد في المانغا كل كام قرن. ربنا ياخدك يا توغاشي، وربنا يقومك من اللي انت فيه يا اخي. والله كانوا الدنيا مش وحش بس مش حلوه، يعني هي مش مفهوم. من الاخر القناص كان اكتر انمي الناس بتحبه، وليا اصحابي بسببه فضلت تدور لغايه ما دخلت عالم الانمي، واعتقد انك دخلت عالم الانمي لو بسببه فانت دخلت من اعظم تاني. See you in the another video.